توعدت المملكة وتوعدت الحجيج بإفساد موسم الحج، وتوعدت بإعمال عمليات تفجيرية. شوف الناس دي ما بخافوا الله، الناس دي ما بخافوا ربهم. انت دار تفجر ناس دول البيت الحرام، ضيوف الرحمن جايين دا يفجروهم، فهمت؟ وتوعدوا توعدات كثيرة جدا، لكن الحمد لله سبحانه وتعالى والفضل لله جل وعلا وفق المملكة العربية السعودية على تنظيم الحج بتنظيم عالي جدا، وخدموا حجيج بيت الله سبحانه وتعالى خدمة عالية. يا أخي زول عليك الله، راجل كبير بيشيلوه في ظهرهم، بيشيلوا شيل عشان يؤدي المناسك. شوف الرحمة في قلوبهم. ناس الأطفال الصغار واحد أمه تعبت أو ذووه تعبوا يشيلوه وتلقاهم بيأكلوا في ده وبيرشوا ده بالمويه وبيضحكوا مع ذاك وبيخدموك انت لما تأدي المناسك كلها آمنا مطمئنا. فربنا سبحانه وتعالى وفق المملكة إنه أمنت، جعلت أمان للحج. انت تحج بيت الله سبحانه وتعالى وتلقى عناية في بيتكم ما في، والله أتحداك. ده كله اتخيل إيران تتوعد وغيرها من المفسدين يتوعدوا قالوا ده نعمل عمليات تفجيرية وده نفجر في الحرم. والأفظع من كده قالوا داري يعملوا حج في كربلاء، تمشي تحج في كربلاء، تحج في أي محل، انت ما عندك حج ذاته، أمشي روحوا كربلاء، روحوا أي محلة، الله لا عادكم. ما هو الدافع للسعودية لأنها تجيب المواقف دي كلها؟ دافع إيران بالنسبة لكم واضح، ناس فسقة وفجرة وأعداء للصحابة وأعداء لدين النبي عليه الصلاة والسلام. أما السعودية والجماعة اللي بيكرهوها السبب فيما وفقوا له من الخير، ما تتخيل إنه المسألة دي جاءت صدفة. الخير في السعودية ده كنتوا شايفينه كلكم، ما تتخيل جاء صدفة، ده جاء بسبب التوحيد يا ناس، توحيد. لأنه يا أخواننا ما في قبة بتعبد هناك، قبر واحد بيعبد ما في بالله.